السلام عليكم. واخيرا وصلنا لموسم جوائز الاوسكار، وهي اهم اكاديميه بتقدم جوائز للافلام. ونتمنى ان شاء الله الموسم دوت يكون منصف، لان عندنا منافسه شرسه جدا ما بين كل الاعمال في كل الفئات. وقبل ما نبدا هتلاقي في علامه الاي اللي هتظهر لك مراجعه لاهم الافلام المرشحه معانا النهارده، تقدر تشوفها على القناه. ودلوقتي خلينا نحرق جوائز الاوسكار، مش هنتوقعها، ان شاء الله كل التوقعات تبقى صح. وبرضه سيبوا لي توقعاتكم وتمنياتكم للفائزين بجوائز الاوسكار تحت في الكومنتات، ويلا بينا. اوسكار افضل تصميم ازياء او كوستوم ديزاين، عندنا المرشحين في الفئه ديت: باربي، اوبنهايمر، كيلرز اوف ذا فلاور مون، نابليون، وبور ثينجز. بصراحه كلهم بيتميزوا بتصميمات مميزه جدا ولايقه على العالم اللي بيدور في الفيلم او الفتره الزمنيه اللي بيدور فيها الفيلم، وخاصة يعني نابليون وبور ثينجز. ولكن انا رايح شوية مع بور ثينجز، عجبني اكتر التفاصيل في كل الملابس اللي كانت موجودة في الفيلم، كانت حلوة جدا. فانا رايح مع بور ثينجز واتوقعه واتمناه ان هو اللي يفوز بيها. اوسكار افضل مكياج وتصفيف شعر، المرشحين في الفئه ديت: فيلم جولدا الاسرائيلي اللي انا مش عارف هو ليه اصلا موجود، ازاي موجود، ومش مهتم وما شفتش الفيلم اساسا. بور ثينجز، سوسايتي اوف سنو، مايسترو، واوبنهايمر. انا شايف المنافسه في الفئه ديت بالذات هتكون ما بين مايسترو وبور ثينجز، واللي شافوا الفيلمين هيفهموا لان كان في شغل تقيل جدا في المكياج في الفيلمين. انا اتمنى بور ثينجز، بصراحه كان في شغل عالي جدا. مايسترو اتوقعه لان ليه افضليه بسبب معايير الاوسكار الجديده والشروط اللي هم حاطينها يعني، فاتوقع مايسترو هو اللي يفوز بالفئه دي. اوسكار افضل برودكشن ديزاين او تصميم اماكن وسيت اب، المرشحين هم باربي، اوبنهايمر، نابليون، كيلرز اوف ذا فلاور مون، وبور ثينجز. ولكن الحقيقه انا متاكد واتمنى واتوقع ان يعني باربي هو اللي هيفوز بالجائزه ديت، لان الجائزه الوحيده اللي يستحق ان هو يترشح عليها اصلا، والايجابيه الوحيده اصلا اللي كانت في الفيلم. فما ينفعش اي حد تاني ياخد الجائزه دي غير باربي في الفئه دي بالذات. كل التفاصيل من الاماكن، مباني، عربيات، كل السيت اب كان ممتاز جدا في باربي، وكان خلاب جدا في التجربه البصريه في السينما. فباربي هو افضل برودكشن ديزاين. اوسكار افضل اوريجينال سكور، والمرشحين هم انديانا جونز، بور ثينجز، كيلرز اوف ذا فلاور مون، امريكان فيكشن، اوبنهايمر. واكيد الجائزه دي محسومه لاوبنهايمر، اتمناها واتوقعها. افضل ساوند تراك في العقد كله، يعني من اول 2020 لحد دلوقتي، يعني كان يو هير ذا ميوزك هي افضل ساوند تراك في الافلام اللي اتعملت لحد دلوقتي. اوسكار افضل صوت، والمرشحين هم ذا كرييتور، ذا زون اوف انترست، ميشن امبوسيبل، ومايسترو، واوبنهايمر. طبعا اوبنهايمر برضو افضل تجربه صوتيه في السينما، كانت عظيمه جدا، على الرغم ان مايسترو اصلا كان فيلم موسيقي، ولكن ما كانش قوي قوي من حيث يعني المنطقه بتاعه الصوت ديت ما حسيتوش خالص. اوبنهايمر هو افضل صوت. اوسكار افضل فيجوال افكتس او مؤثرات بصريه، والمرشحين هم جودزيلا ماينس 1، نابليون، جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3، وذا كرييتور، وميشن امبوسيبل. بصراحه المرشحين كلهم كانوا مميزين في موضوع السي جي اي، وكان نفسي ان انا اقول يعني نابليون، اتمنى نابليون هو اللي يفوز بيها عشان ما يطلعش بصفر جوائز. ولكن اتوقع جارديانز اوف ذا جالاكسي كان تجربه من حيث السي جي اي نقيه، خصوصا بعد القرف اللي بنشوفه في افلام السوبر هيروز وافلام البلوك باسترز اللي بيكون فيها سي جي اي تعبان جدا. اوسكار افضل فيلم انيميشن طويل، عن المرشحين هم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، اليمنتال، نيمونا، روبوت دريمز، وذا بوي اند ذا هيرون. المرشحين تقريبا كلهم ما شفتش ولا واحد منهم غير اكروس سبايدر فيرس، ولكن على الرغم ان انا الوحيد اللي انا شفته اكروس سبايدر فيرس، ولكن انا مش متوقعه، واتوقع ذا بوي اند ذا هيرون هو اللي هيفوزها. الفيلم دوت لسه منزلش على الموقع بجوده كويسه ولا نزل في السينما عندنا، فلكن انا برضو حاسس ان هو فيلم كده اوسكاري، وحاسس هو اللي هيفوز بيها، مش عارف ليه. فافضل فيلم انيميشن هو ذا بوي اند ذا هيرون. اوسكار افضل مونتاج او فيلم اديتنج، والمرشحين هم اوبنهايمر، بور ثينجز، ذا هولد اوفرز، كيلرز اوف ذا فلاور مون، واناتومي اوف ا فول. المرشحين كلهم اقوياء جدا من حيث المونتاج، ولكن اوبنهايمر كان افضل اديتنج، خصوصا ما بين التحرك ما بين المشاهد اللي في الحاضر والمشاهد الفلاش باك، كان تحرك سلس جدا وكان ممتاز جدا من الناحيه ديت. فاتوقع اوبنهايمر، واتمنى ان اوبنهايمر هو اللي يفوز بيها.
اوسكار افضل نص اصلي، والمرشحين هم ماي ديسمبر، باست لايفز، هولد اوفرز، مايسترو، واناتومي اوف فول. وانا بصراحه اتمنى اناتومي اوف فول، واتوقع اناتومي اوف فول هو اللي هيفوز بيها افضل سكريبت، سيناريو وحوارا. يعني كان ممتاز جدا خصوصا في مشاهد المحكمه، فهو افضل يعني سكريبت في السنه كلها عموما. اوسكار افضل نص مقتبس بقى من كتاب، من روايه، من كوميكس، من مذكرات حد، والمهم ان هو مقتبس وخلاص. والمرشحين هم اوبنهايمر، بور ثينجز، زون اوف انترست، باربي، وامريكان فيكشن. في الفئه ديت انا نفسي اللي يفوز بيها هو اوبنهايمر. السيناريو بتاعه كان قوي جدا، سكريبت طويل جدا، مشاهد حواريه خلتكش يعني تمل طوال ال3 ساعات. ولكن انا متوقع ان يعني في اتنين حاسس مش هتطلع براهم، يا اما امريكان فيكشن يا اما باربي، ولكن انا مايل شويه ناحيه امريكان فيكشن. السيناريو بتاعه حتى كان افضل بكتير من باربي، ولكن باربي برضه اداهم شويه حاجات من اللي هم بيحبوها ونسويه وبتاع، فباربي مرشح اكتر، فانا اتوقع باربي. اوسكار افضل سينماتوجرافي او تصوير، والمرشحين هم اوبنهايمر، الكوندي، بور ثينجز، وكيلرز اوف ذا فلاور مون، ومايسترو. وبصراحه كيلرز اوف ذا فلاور مون سكورسيزي ابدع في تصوير الفيلم دوت، تصوير المناظر الطبيعيه والهنود الحمر والطبيعه الكامله في بتاعه الفيلم كانت مبدعه وجميله جدا. اوبنهايمر عرفتونا بموضوع الاي ماكس، والفيلم تجربه بصريه عظيمه من قبل ما ينزل، وفي الاخر ما كانش فيه مشهد واحد هو اللي مستدعي اي ماكس، وما كانش مستاهل يعني التصوير في فيلم ما كانش احسن حاجه. بور ثينجز تحفه فنيه من حيث التصوير واختيار زوايا الكاميرات والالوان وكل حاجه في تصوير الفيلم دوت كانت جميله جدا. ولكن انا اتوقع كيلرز اوف ذا فلاور مون. غفلتكم وافتكرت ان انا هختار طبعا بور ثينجز، ولكن كيلرز اوف ذا فلاور مون هو افضل تصوير في السنه كلها. اوسكار افضل ممثله في دور مساعد، والمرشحين هم جودي فوستر من فيلم نايد، دانلي بروكس من فيلم ذا كولر بيربل، ايميلي بلوند من فيلم اوبنهايمر، امريكا فيريرا من فيلم باربي، ودافين جوي راندولف من فيلم ذا هولد اوفرز. المرشحين كلهم بصراحه ضعاف، ما قدموش اقوى حاجه. ايميلي بلوند ما قدمتش حاجه واو يعني فيلم اوبنهايمر، وبرضو امريكا فيريرا ديت مش عارف اترشحت على ايه اصلا، هو عشان الخطاب التعبان اللي كان في اخر فيلم باربي. ودافين جوي راندولف قدمت اداء محترم وكويس، يستحق ان هي تفوز فعلا في عن ادائها في فيلم ذا هولد اوفرز. اوسكار افضل ممثل في دور مساعد، والمرشحين هم روبرت دينيرو من فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون، مارك رافالو من فيلم بور ثينجز، ستيرلينج كي براون من فيلم امريكان فيكشن، راين جوسلينج من فيلم باربي، وروبرت داوني جونيور من فيلم اوبنهايمر. ستيرلينج ده بصراحه مش عارف ايه اللي جابه اصلا، يعني اداؤه كان عادي جدا، ما يترشحش خالص الاوسكار، وبرضه افضليه ليه عشان هو كان طالع شاذ في الفيلم فلازم يترشح. راين جوسلينج قدم اداء برضو كويس، يعني ما كانش حاجه واو برضو، ولكن قدم اداء كويس في باربي. مارك رافل وروبرت دينيرو كانوا ممتازين جدا في الافلام بتاعتهم، ولكن السنه دي هي سنه روبرت داوني جونيور. بصراحه قدم اداء يعني اسطوري، اداء تقيل فعلا، اثبت ان هو ممثل قوي وطلع من عباءه مارفل. فروبرت داوني جونيور هو افضل ممثل مساعد في سنه 2023. اوسكار افضل ممثله في دور رئيسي، والمرشحين هم اناتي بينينج من فيلم نايد، ساندرا هولر من فيلم اناتومي اوف فول، ايما ستون من بور ثينجز، ليلي جلادستون من فيلم كيلرز اوف فلاور مون، كيري مولجان من فيلم مايسترو. المرشحين كلهم في الفئه دي بالذات اقوياء جدا بصراحه، كلهم قدموا اداء يعني كويس جدا. ساندرا هولر قدمت اداء ممتاز، ايما ستون هي الاداء الافضل في السنه كلها، يعني ممثله ست ممثله راجل، ايما ستون هي افضل اداء في السنه كلها. ليلي جلادستون برضو قدمت اداء ممتاز، ولكني اتوقع ان ليلي جلادستون لان فرصتها اكبر من ايما ستون، ان انا يعني انا بفضل ايما ستون، ولكن بتوقع ليلي جلادستون ان هي اللي هتفوز علشان هي تكون اول ممثله من السكان الاصليين تفوز بجائزه الاوسكار. اوسكار افضل ممثل في دور رئيسي، والمرشحين هم برادلي كوبر من فيلم مايسترو، كولمان ديمينجو من فيلم راستن، وعندنا كمان كيليان مورفي اكيد من فيلم اوبنهايمر، بول جياماتي من فيلم ذا هولد اوفرز، وجيفري وايت من فيلم امريكان فيكشن. يعني الاوسكار عملت جريمه بعد ما ترشحها ليوناردو دي كابريو، يعني مرشحين الكولمان دوت وسايبين ليوناردو دي كابريو ما ترشحش. يعني هو مهما كان برضو اداؤه ما كانش اقوى حاجه من وجهه نظرهم، ولكن ده دي كابريو يا جدعان لازم يترشح في اي سنه.
ولكن ما علينا، برادلي كوبر ليه فرصة كبيرة جدا لان هو كان طالع برضو دوره شاذ في فيلم مايسترو. جيفري وايت قدم اداء كويس لكن مش لدرجه ان هو يكسبها يعني. بول جيماتي وكيليان مورفي مش هتضايق ايا كان فيهم اللي يكسبها، لان الاثنين بالنسبه لي مفضلين في السنه من يعني الفئه بتاعتهم. ولكن انا مايل شويه مع كيليان مورفي، واتوقع كيليان مورفي هو اللي هيفوز بجائزه الاوسكار لافضل ممثل في دور رئيسي. اوسكار افضل اخراج او افضل مخرج، والمرشحين هم اناتومي اوف فول، جاستن تريت، مارتن سكورسيزي من فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون، كريستوفر نولان عن فيلم اوبنهايمر، يورجوس لانسيموس عن فيلم بور ثينجز، وجوناثان جلازر عن فيلم ذا زون اوف انترست. بصراحة يعني تفضيلي الشخصي يروح ليورجوس لانسيموس، يعني في بور ثينجز ابدع في الفيلم دوت. سكورسيزي برضو يعني مش هتضايق لو سكورسيزي يكسبها، ولكنه مستبعد جدا. وبرضو اتوقع يعني كريستوفر نولان هو اللي هيفوز بيها اوبنهايمر، ودي هتكون اول اوسكار في مسيره المخرج كريستوفر نولان. بصراحه مش هتضايق لو فاز بيها، يعني ابدع في اوبنهايمر، ولكن انا كنت اتمنى يورجوس لانسيموس. واخيرا اوسكار افضل فيلم او بيست بيكتشر للسنه كلها، والمرشحين هم امريكان فيكشن، اناتومي اوف فول، باربي، ذا هولد اوفرز، كيلرز اوف ذا فلاور مون، مايسترو، اوبنهايمر، باست لايفز، بور ثينجز، وذا زون اوف انترست. المرشحين اقوياء جدا، ولكن زي ما انتم عارفين زي ما قلت في فيديو بور ثينجز، ان بور ثينجز هو افضل فيلم بالنسبه لي، اكتر فيلم عجبني في السنه كلها. اتمنى هو اللي يكسب، ولكن اتوقع اوبنهايمر هو اللي هيفوز بيها. وهتبقى فضيحه لو مايسترو او باربي هم اللي كسبوا، لان هم دول اكتر اتنين شايفهم مرشحين بصراحه. باربي عشان الحوارات بتاعت النسويه وكده، ومايسترو عشان برادلي كوبر كان طالع البطل، كان طالع شاذ في الفيلم. كيلرز اوف ذا فلاور مون فرصته ضعيفه جدا، رغم ان هو كان يعني بيتكلم عن اقليه، ولكن ما اعتقدش خالص ان هو ممكن يفوز بيها. فاوبنهايمر هو اللي اتوقع ان هو يكون بيست بيكتشر للسنه. ما تنسوش بقى تقولوا لنا توقعاتكم وتمنياتكم لكل الجوائز، او حتى اهم الجوائز في الكومنتات. ما تنسوش لو الحلقه عجبتكم تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم.